السلام عليكم ورحمة الله. لو أول مرة تشوفني أنا مس إسراء، ياريت تعمل سبسكرايب للقناة عشان توصلك الفيديوهات الجديدة، وما تنساش إن أنت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الدايجستيف سيستم. الدايجستيف سيستم يعني الجهاز الهضمي. بيقول لي هنا عندي البرين يعني المخ، ودي الستومك المعدة، وده الهارت القلب، وعندي تو لانجز اللي هي الايه الرئتين. هنا بيقول لي انهي نظام من دول، انهي سيستم بيمثل لي الايه ريبريزنت ذا هيومن دايجستيف سيستم. فين الهيومن دايجستيف سيستم؟ هو ده رقم 2. تاني حاجة بيقول لي انهي فيجر بيمثل لي الجهاز التنفسي respiratory system. هو ده اللي فيه اللنجز. هنا بيقول لي how do body systems adapt to meet the needs of living organisms. يعني ازاي الجسم بتاعنا بيتكيف، ان الانظمه اللي في جسمنا ازاي بتتكيف وبتتعاون مع بعضها كده عشان ان هي ايه، عشان توفر لي احتياجاتنا، احتياجات الكائنات الحيه. فازاي هي الاجهزه دي هتتكيف بحيث ان هي توفر لي احتياجاتي؟ بيقول لي هنا each living organism has different ways to adapt to live in its environment. So, the body of a living organism, human or animal, is made up of systems. يعني عشان انت تقدر تتكيف وتعيش في اي بيئة مثلا، وجسمك يقدر ان هو ياخد احتياجاته، لازم يبقى عندك شوية systems يعني شوية انظمة كده، شوية انظمة. هنشرح الموضوع ده بالتفصيل. زي ايه؟ زي عندنا حاجه اسمها الدايجستيف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي، والريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي، وعندنا النيرفس سيستم الجهاز العصبي. بيقول لي كلمه سيستم يعني ايه؟ يعني انا قلت ان انا لازم يبقى عندي سيستم او سيستمز انظمه عشان اقدر ان انا اتكيف واعيش، وان انا يبقى اخد احتياجاتي. طب يعني ايه سيستم؟ يعني it is a group of organs, a group of organs that work together to perform a specific job. يعني ايه؟ يعني هو group of organs يعني مجموعة من ايه، من الاعضاء. يعني يعني عضو مع عضو مع عضو هيشتغلوا مع بعض، work together هيشتغلوا مع بعض to perform عشان يؤدوا ايه، يؤدوا a specific job يعني وظيفة معينة، يعني يعملوا function وظيفة. يبقى هم مجموعة اعضاء مع بعض هيشتركوا وهيشتغلوا مع بعض عشان يعملوا وظيفة معينة. زي مين مثلا؟ زي مثلا الدايجستيف سيستم، وزي الريسبيراتوري سيستم والنيرفس سيستم. هنا بيقول لي خلي بالك ان الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم are working together يعني بيشتغلوا مع بعض. طب ليه بيشتغلوا مع بعض؟ عشان ايه؟ to get energy from food عشان يجيبوا الطاقة من الطعام and breathing. يعني هم هيجيبوا الطاقة من الطعام ومن عملية التنفس. فالطعام وعملية التنفس مع بعض هيدونا ايه؟ هيدونا الانرجي اللي هي الطاقة. هنبدأ بقى نتكلم عن اللي احنا محتاجينه. بيقولي why do we need to eat food؟ انت ليه محتاج ان انت تاكل الطعام؟ because food contains different nutrients لانه في مغذيات كتير انت محتاجها، زي الفيتامينز والبروتينز that give us energy اللي بتديك ايه، بتديك الطاقة. to طب انت عايز طاقة ليه؟ هتعمل بالطاقة دي ايه؟ ان انت تعمل activities، ان انت تعمل النشاطات بتاعتك زي الووكينج والتوكينج، وكمان وانت نايم وفي السليبنج محتاج برضو ايه، طاقة. يبقى انت محتاج الطاقة دي هتاخدها منين؟ هتاخدها من ان انت تعمل breathing وفي نفس الوقت الفود. فالفود ده هيبقى في الجهاز الهضمي digestive system، والبريذنج عن طريق الريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي. الاتنين work together هيشتغلوا مع بعض عشان يدوك الانرجي الطاقة اللي انت محتاجها في حاجات كتير قوي، زي ان انت تدو body functions اللي انت تأدي وظائف الجسم، ومحتاجها برضو في الهارت beating دقات قلبك محتاجة طاقة، والبريذنج التنفس بتاعك محتاج طاقة، and thinking حتى تفكيرك محتاج طاقة. تعالوا بقى نتكلم عن موضوعنا المهم اللي هو الهيومن دايجستيف سيستم، يعني الجهاز الهضمي للإنسان. الجهاز الهضمي للإنسان وهنعرف وظيفته ايه الفانكشن بتاعته. هنا بيقول لي the digestive system
breaks down يعني break down يعني هيكسر break down يعني هيكسر ايه الفود into smaller parts لأجزاء صغيرة. طب هيعمل كده ليه؟ that your body can use in a process called digestion process. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الجهاز الهضمي بتاعك هيجي عند الفود كده، هيمسك الفود ويعمل له بريك داون، يعني هيكسره ايه لسمولر بورتس، يعني اجزاء صغيره كده. طب ليه هيكسره لاجزاء صغيره؟ عشان الجسم يقدر يستفيد منها، لانه هي اجزاء كبيره الجسم ما بيعرفش يستفيد منها وما بيعرفش ان هو يمتصها، فلازم ان انا اعمل لها بريك داون، تكسير لسمولر بورتس لاجزاء صغيره عشان اقدر استفيد. طب العملية دي اسمها ايه اللي بتبقى التكسير فيها؟ اسمها digestion digestion process، يعني عملية الهضم. طب البروسيس دي بيحصل فيها ايه؟ هي بتحصل في الدايجستيف سيستم، في الجهاز الهضمي. طب تعالوا نعرف كده بيحصل فيها ايه. It is a process of breaking down food into smaller parts. هي عملية ان انا اكسر الطعام بتاعي لاجزاء اصغر. that the body cells اللي خلايا الجسم هتقدر ان هي ايه absorb، اللي هي تقدر تمتصها and use them to get energy and growth. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هاخد الطعام الفود بتاعي ده وهعمل له بريك داون، اكسره. طب اكسره لايه؟ لسمولر بارتس، اجزاء صغيره. طب ليه انا عملت كده؟ انا الجسم بتاعي بيتكون من ايه؟ من سيلز، خلايا كده صغيره جنب بعضها. شفت انت الطوب؟ البيت بيتكون من طوب، صح؟ طوبه جنب طوبه جنب طوبه هتديني بيت كبير. برضو جسمك عباره عن سيل جنب سيل جنب سيل هيديك جسمك الكبير ده. فالسيل دي محتاجه تستفيد من الاكل وتاخد طاقة، ومحتاجة تكبر وتتكاثر وتبقى كتير. طب هتعمل ايه؟ هتاخد الكلام ده كله من الفود، من الطعام اللي انت بتاكله. عشان كده يقولك كل الفود عشان تكبر. فالبادي بتاعي بيقدر يمتص الحاجات الصغيرة اللي متكسرة دي، لكن ما بيعرفش يمتص الاكل الكبير ده. فالبادي سيلز، خلايا الجسم، بتمتص ايه؟ بتعمل ابزورب الايه؟ ابزورب الحاجات اللي هي الصغيرة دي عشان تقدر ان هي ايه؟ عشان انت تقدر ان انت تكبر. وكمان بتستخدمهم and use them، بتستخدم الحاجات السمولر بارتس دي to get energy and growth، عشان ان انا اخد طاقة اقدر اجري والعب بيها واذاكر وافكر، وقلبي يحصل له ايه؟ بيتنج، اللي هو يدق يعني. وفي نفس الوقت ايه؟ ان ايه؟ الجروث اللي هو النمو. تعالوا نتكلم عن الاستراكشر. استراكشر يعني تركيب بتاع مين بقى؟ بتاع الهيومن digestive system. بيتكون من ايه؟ مش احنا اتفقنا ان اي سيستم عبارة عن organs مع بعض. organs يعني انا عندي اعضاء، يعني مثلا انت مثلا واصحابك فريق. الفريق ده عبارة عن ايه؟ واحد 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 مع بعض، كلهم بيشتغلوا عشان ينجحوا الفريق. نفس الطريقة الدايجستيف سيستم بتاعي عبارة عن organs، اعضاء، عضو وعضو وعضو بيشتغلوا مع بعض عشان في الاخر يكسروا الطعام، والسيلز الخلايا بتاعتك تقدر تستفيد. يبقى the human digestive system consists of، يتكون من ايه؟ من a group of organs، مجموعة من الاعضاء that work together، اللي بتشتغل مع بعض. which are مين الاورجنز دي؟ تعالوا نشوف مين الاورجنز دي. اول حاجة عندي اللي هو الايه؟ الماوث، اللي هو الفم بتاعي، وده اول حاجة بيدخل فيها الطعام. تاني حاجة عندي هي throat، اللي هو منطقة الفرنكس، اللي هو البلعوم، الحتة اللي بتبلع فيها هنا دي. بعدين الاسوفيجس، اسوفيجس اللي هو الحتة دي، المريء، وهي أنبوبة بيمشي فيها الأكل لغاية ما يوصل لمعدتك. بعد كده عندنا الاستومك، المعدة بتاعتنا اللي هو ده. بعد كده عندنا السمول انتستين واللارج انتستين، امعاء دقيقة وامعاء غليظة. دي السمول انتستين ودي اللارج انتستين، وهنعرف وظيفة كل حاجة. يبقى انا عندي الدايجستيف سيستم، بص كده، عندي الماوس، دي الاجزاء الرئيسية للجهاز الايه؟ للجهاز الهضمي. الدايجستيف سيستم ماوث، ثروت، فرنكس، esophagus, stomach, small intestine, large intestine.
large intestine. والمنطقة اللي هيخرج منها الفضلات اللي الجسم مش محتاجها هنقول عليها anus. طب الليفر اللي هو الكبد والبنكرياس، طب ايه هما شغلتهم هنعرف قدام. طب الاتنين دول هما ملحقات للجهاز الهضمي، ده الهيومن digestive system. بيقول ان الدايجستيف سيستم starts بيبدأ بايه؟ with mouth بالفم and ends with بينتهي بالايه؟ بالانس هينتهي بالجزء اللي بيخرج منه الفضلات. هنا بيقول لي الماوس. تعال نشوف الماوس. اول حاجة الدايجيشن process begins in the mouth. بتبدأ فين؟ في الفم. العبارة دي مهمة قوي، ان عملية الهضم بتبدأ في الماوث، في الفم. الماوث كونتين فيه ايه؟ اول حاجة teeth اسنان. طب التيث دي هتعمل ايه؟ they crush food during chewing، يعني اثناء ما انت كده بتاكل هيعمل ايه؟ هيعمل كراش، هيعمل عملية طحن للايه؟ طحن وسحق للاكل، وده طبعا مهم جدا. تاني حاجة بيقول لي السلايفا اللي هي اللعاب it is a liquid substance، يعني مادة سائلة liquid in the mouth. طب بتعمل ايه؟ وظيفتها ايه؟ it moisten. يعني ايه moisten؟ يعني بترطب وتبلل الفود الطعام and begin to break it down، ونبدأ ان احنا ايه؟ نكسره. بس لازم نعرف ان الدايجيشن process بتبدأ فين؟ begin in the mouth، begin in the mouth، لان بيكون في حاجات معينه كده بتهضم لي ماده اسمها النشا، اللي هي بتبقى مثلا في الرز، في العيش، ماده اسمها الستارش اللي هي النشا. بيبدا هضمها فين؟ بيبدا هضمها في الماوس، في الفم، عن طريق انزيمات معينه. الكلام ده هتعرفه بتوسع اكتر لما تكبر، بس اهم حاجه نعرفها وظيفه كل حاجه بتعمل ايه. دي اسمها moisten يعني يرطب، يعني التي دي مش بنقولها. نيجي للتونج، اللسان it makes food with saliva، يعني هيعمل لي عملية خلط ما بين الفود الطعام والسلايفا اللي هي المادة الليكويد سابستنس اللي موجودة فين في الفم in the ايه؟ in the mouth. تعالوا بقى على الاسوفيجس وركز في التعريف بتاعه. احنا قلنا ان هو الانبوبة دي بنقول عليها اسوفيجس، بتبقى رابطة ما بين المنطقة دي والمنطقة الايه؟ الاستومك، المعدة. فهي ماشية ما بين الثروت الزور بتاعك لغاية ما توصل للاستومك. فبيقول هو it is انه يكون along muscular tube، يعني هي انبوبة مالها عضلية، عبارة عن عضلات كده بتزق في الاكل لجوه. طب ايه وظيفتها؟ it allows the food to move from throat، هيسمح للاكل بتاعي يمشي من عند منطقة زوري هنا، من عند البلعوم الفرنكس down into the stomach لغاية ما يوصل للايه؟ المعدة. بفضل ازقه كده بحركة كده ايه؟ حركة معينة لغاية ما توصل للايه؟ ما توصل للاستومك، المعدة. تعالوا بقى على الاستومك، تعالوا نعرفها وركز في التعريف بتاعها. a muscular organ، يعني هو عضو عبارة عن عضلات كده بتنقبض وتنبسط. اي حاجة بتنقبض وتنبسط بتبقى ايه؟ بتبقى عضلة. طب بتعمل ايه المعدة؟ وظيفة الحاجة مهمة قوي. it makes food with the stomach acid، يعني بيعمل الطعام اللي هنا يعمل له خلط كده مع ايه؟ كأنك جايب معلقة كده وعمالة تخلط حاجة بحاجة، بيخلطوا بالاستومك اسيد اللي هو الحمض المعدي. الحمض بتاع المعدة ده يا ولاد مهم جدا في هضم الطعام، بيبقى موجود هنا في المعدة. عارف لما حد مثلا يبقى ملخبط قوي في الاكل فيقول ده انا عندي حموضة؟ اكيد سمعتوا الكلمه دي، يقولك ده انا عندي حموضه. طب الحموضه دي بتيجي منين؟ بتيجي ان مثلا حاله مرضيه كده، حاجه مش حلوه يعني، زي مرض كده، ان الاستومك اسيد ده وظيفته ان هو يهضم الطعام هنا. فمعنى ان انت عندك حموضه ان هو طلع هنا كده، نتيجة ان انت مثلا عكيت عك كده في الاكل فطلع لفوق، فيعمل لك حرق كده. ليه؟ لان هو اسيد فبيحرق شوية، ووظيفته الاساسية ان هو يهضم الاكل بتاعك. طب انا الطعام بتاعي بيتخلط بايه؟ بحاجتين. انت عندي الاستومك اسيد اللي هو الحمض المعدي اللي موجود في المعده اللي بتنتجه المعده and digestive juices، وعندي حاجات كده عصير هضمي كده عشان يساعد في ان الاكل يتكسر. العصير الهضمي ده بيبقى جواه فيه ايه؟ في انزيمز، في ايه؟ انزيمز، حاجه اسمها انزيمات. ايه الانزيمات دي؟
ببساطة الإنزيم حاجة بتساعد في دايجست الأكل، في هضم الأكل. طب موجودة فين؟ found في المعدة. ليه بقى موجودة للمعدة to change؟ عشان تحول the food into إلى a soupy liquid، يعني حاجة كده سايلة، حاجة زي السائل كده، يخليه حاجة سايلة كده وسهلة في الهضم. food stay in the stomach for few hours. هيقعد في المعدة قد ايه بعد ما اتهضم؟ هيقعد، هو طبعا الهضم مش هضم كامل، لسه في هضم تاني هيحصل في مكان اسمه السمول intestine، اللي هي الأمعاء الايه الدقيقة. بيقول لي هيقعد في المعدة هنا ساعات قليلة. then ثم the muscles of the stomach، يعني عضلات. احنا قلنا ان المعدة عبارة عن muscular organ، يعني عبارة عن يعني عضو كده، يعني ليه زي عضلات. فالعضلات دي هتزق الايه الطعام وتوديه على فين بقى؟ move the food، هتحرك الفود into a long winding tube called small intestine. هتوديها كده على أنبوبة مالها ملتفة. الأنبوبة الملتفة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن السمول انتستين، الأمعاء الايه الدقيقة. تعالوا نتكلم عن السمول انتستين. ركز بقى فيها لأن عملية الهضم بتتم فيها. It is a long winding tube، يعني هي عبارة عن أنبوبة ملفوفة حوالين بعضها كده وطويلة. Its length is more than 6 meters، يعني طولها اكتر من 6 متر. طب بطني شايلها ازاي؟ ما هي ملفوفه حوالين بعضها، زي مثلا ما بتجيب شريط كده وتروح لا يعني لمه على بعضه في ايدك، رغم ان هو طويل، او زي الحبل كده لما بتروح تشتريه من عمه بيكون ايه؟ بيكون ملفوف كده حوالين بعضه. فانت لما بتيجي تعمل بيه حبال الغسيل بيبقى طبعا طويل جدا. فالفكرة ان هو ملمومة او ملفوفة حوالين بعضها وايندنج عشان المكان يسحها. فسبحان الله، يعني سبحان الله شكلها بيبقى غريب عجيب كده، وطولها الطويل ده ازاي بطنك شايلها؟ دي من عجائب سبحان الله خلق الله. the juices بيطلع زي عصارات كده of pancreas، من البنكرياس and liver. بتطلع منين؟ شايفين البنكرياس والليفر بيطلعوا زي عصير كده، بيروح لفين؟ بيروح للسمول انتستين عشان نكمل عملية الهضم. فهم بيساعدوا السمول انتستين في عملية الهضم. flow into هتدخل the small intestine and help، وهتساعد in breaking down the food into nutrients. دي العملية بقى النهائية، الفود اتحول لdigested food. فخلص الحمد لله هضم الطعام هنا النهائي بمساعدة الليفر والبنكرياس. يعني انا حولته لايه؟ لنيوترونز، يعني مواد ايه مغذية الجسم والسيلز تقدر تستفيد منها. the wall of the small intestine، يعني الجدار بتاع السمول intestine absorbs these nutrients through tiny blood vessels to carry them to all body parts. يعني ايه الكلام ده؟ مش السمول intestine هضمت الطعام ده في السمول انتستين فيها ايه؟ بلاد فيسلز، اوعيه دمويه دقيقه طاينه كده صغيره، هتروح كده ممتصه الطعام. هو اوعيه دمويه فهتمتص الطعام اللي هي النيوترينز، اللي هو الطعام المهضوم اللي اقدر استفيد منه، هتمتص وتوديه ايه؟ لكل الجسم، توديه لكل الجسم عشان يقدر يعمل العمليات بتاعته. يبقى انا خلصت عمليه الهضم بتاعتي فين؟ في السمول انتستين. بعد كده the body doesn't benefit from some parts of food known as undigested materials، يعني في مواد انا ما بستفدش منها، غير مهضومة، حاجات مش مهضومة. طب هتروح فين الغير مهضومة اللي ملهاش لازمة دي؟ that flow into the large intestine، هتروح على اللارج intestine اللي هي دي. بس ما بيحصلش هضم في اللارج intestine، مفيش اي هضم فيها، انا الهضم خلصته خلاص. يلا بقى على اللارج intestine. اللارج intestine it is a tube that starts from the end of the small intestine and ends with the anus. يعني ايه؟ يعني هي بتبدأ من نهاية الأمعاء الإيه؟ الدقيقة، وبتنتهي عند الانس اللي هي الفتحة اللي بيخرج منها الفضلات، الحاجات اللي أنا مش مستفيد منها. It absorb water from the undigested material، يعني المواد اللي هي اللي مش مهضومة هتاخد منها المية. So they become solid wastes، هيبقوا ايه بقى؟ هيبقوا مخلفات كده ناشفة that leaves the body through، من خلال the anus. يبقى انا عندي اللارج intestine هتاخد الووتر من الطعام اللي هو ايه undigested،
غير مهضوم. وبعد كده هتخرج الفضلات دي اللي هتبقى solid بقى عشان اخدت منها الميه، فهتبقى solid wastes، هتطلع بره الجسم انا مش محتاجها عن طريق الانس. نيجي بقى بيقول لي هنا ملحوظه: the properties of all organs of the human digestive system are considered as structural adaptations. يعني ايه؟ يعني خصائص الجهاز الهضمي دي بقول عليها تكيف تركيبي. ليه؟ لان دي حاجات ربنا مكونها، وحاجة في التركيب مش في البيهيفير السلوك. بيقول لي هنا what happens if، ايه اللي يحصل لو one of the organs of the digestive system is absent، لو واحد من الاعضاء اللي مشتركة مع بعض دي عشان تهضم الطعام مش موجود، اكيد عملية الهضم مش هتتم بشكل صحيح. فهقول ان the digestive system couldn't do its function correctly، يعني الجهاز الهضمي مش هيعمل الفانكشن الوظيفة بتاعته بشكل صحيح، وطبعا الهضم اكيد هيبقى فيه مشاكل. اخر حاجة هنا بيقولي comparison، مقارنة between what the functions of the stomach small intestine large intestine، يعني هيقارني ما بين الوظائف بتاعة الستومك المعدة والسمول intestine الامعاء اللي هي الدقيقة واللارج intestine الامعاء الغليظة. بيقول لي الستومك mixes food with a with the acid، مع الحمض اللي بيطلع من المعدة and digestive juices، والعصارات الهضمية اللي بتهضم الطعام وتحوله لإيه؟ to change it into a soupy liquid، لإيه؟ لحاجة سائلة كده. طب السمول intestine بيتم فيها برضو عملية هضم بمساعدة مين؟ بمساعدة الجوسز of liver and pancreas that flow into the small intestine help in إيه؟ in breaking down food into nutrients، هيكسر لي الاكل لايه؟ لنيوترينتس، والمواد المغذيه دي النيوترينتس هتروح للبلاد للدم واجزاء الجسم كلها بقى عن طريق تايني بلاد فيزلز موجوده في السمول انتستين، في الوول، في الجدار بتاع السمول ايه انتستين. طب بيقول لي هنا ذا لارج انتستين، اللارج انتستين هتعمل بقى ما فيهاش اي هضم، هي مجرد ان هي هتاخد الميه من الأكل الغير مهضوم absorb the water from undigested materials so no digestion occur in large intestine. مفيش هنا هضم بيحصل. تعالوا بقى هنا بيقول لي how can you keep the digestive system healthy، ازاي تخلي ان الجهاز الهضمي يكون healthy صحي وكويس عشان يقدر ان هو يهضم الطعام بشكل كويس. هتقول drinking a lot amount of water، تشرب ميه كتير، chewing the food well، تاكل الطعام بشكل كويس يعني تمضغه بشكل كويس. don't eat much fast meals، ما تاكلش ايه اللي هي الاكل اللي هو السريع كتير، اللي هو الوجبات اللي هي السريعة يعني. هنا في شوية أسئلة عشان يشوفني فاهم ولا لا. بيقول لي قول لي يعني الكلمات دي اختار منها المناسب هنا. بيقول لي it mixes food with acid and digestive system، مين اللي بيخلط الطعام مع الأسيد والعصارات الهاضمة؟ الاستومك، عشان عندها زي عضلات كده اتنين a system that breaks down food into smaller parts. الدايجستيف سيستم الجهاز اللي بيكسر لي الطعام لأجزاء صغيرة. رقم 3 it absorb water from the undigested materials، مين اللي بيمتص المية من الطعام غير المهضوم؟ اللارج intestine. كده نكون خلصنا الدرس الخاص بالدايجستيف سيستم. نتقابل المرة الجاية ان شاء الله في respiratory system. كانت معاكم مس إسراء غريب، والسلام عليكم ورحمة الله.